السلام عليكم. اكتر سؤال بنتساله في مجال التشطيبات ده، احنا بنعمل معاينات او حتى استفسارات الناس على السوشيال ميديا: ايه هو افضل منتج اشتغل بيه، او افضل شركه اسس بيها، وافضل شركه اشطب بيها؟ اشتغل بايه؟ جي ال سي، جوتن، سكيب؟ انا اسمع حاجات كتيره جدا. انت ايه رايك؟ احسن شركه ايه؟ اللي جاب على الموضوع ده مش بس مجرد كلمه انا اقولها لك اشتغل بشركه كذا او شركه كذا، او الشركه دي كويسه والشركه دي وحشه. هيبقى في ظلم كبير جدا للشركات. وانا حريص برضو ان انا اوضح لك في الفيديو ده يعني نقط القوه اللي في كل شركه، او من وجهه نظري انا احسن حاجه انا بحبها. مبدئيا كده قاعده ثابته ان الشركات كلها عندها تنافس، من الابره للصاروخ، من التاسيس للتشطيب، كل الشركات. ولكن بتفرق في الاول اريحيه الصنايعي. في صنايعي بيرتاح في الشركه دي، وفي صنايعي بيرتاح في الشركه دي. كمان بيحدد مش اريحيه الصنايعي بس، البادجت بتاعتك، فلوسك هي اللي بتحدد انت هتشتغل بايه. خليني اديك مثال بسيط على حته فلوسك دي عشان دماغك ما تروحش بعيد. هنقول ان انت عندك شقه لسه على المحاره. المتعارف بين الصنايعيه انه بيشتغل اول سكينتين معجونه خارجي. المعروف ان المعجون الخارجي زايده تقريبا الضعف عن المعجون الداخلي. فحضرتك معاك فلوس، هنجيب معجون خارجي. طب تقول لي هتفرق؟ هتفرق. معروف كده، احنا مثلا لو هنسحب 4 سكين معجون، مبدئيا المتعارف عليه اول على شغل على المحاره، الف باء كده، ان احنا او واحد اتنين بنتكلم في 4 سكين معجون شغل على المحاره. شغل على المحاره ده، السكينه الاولى بتسحب اكتر من السكينه الثانيه، والثانيه بتسحب اكتر من الثالثه. اذا اكتر سكينتين بيستهلكوا معجون هي الاولى والثانيه. فلو انت هتشتغلهم خارجي، فانت بتشتغل بنسبه 60% من شكاير المعجون، و65% من شكاير المعجون اللي بتجيبها هتبقى خارجي، اللي هي ضعف المبلغ. تمام؟ لو دي ب 170 فدي يعني قرب 270 280 داخله في او أو لا يا رب، ده معديه 300 كمان. ده بالنسبه للمعجون الخارجي. يبقى ده مثال بسيط على البادجت بتاعتك. نقطه تانية: انا بشطب السقف. طب انا شطبه بقى بلاستيك بستله ب 500 ولا شطبه 1000؟ طبعا البادجت بتاعتك هي اللي بتفرق كده. وعلى فكره مش هتقع في البحر. ب 500 ب 1000 الفرق بينهم بسيط. معاك هات ابو 1000. ما ابو 1000 دي ادالك مجازا. انت عندك ابو 1000 دي معناه 70 70 في جي ال سي، معناها اكريكوت في سكيب. تمام؟ معناه يعني بقول لك كمثال تقريبي مثلا 1000 جنيه. كويس؟ يبقى هنا نقطه البادجت بتاعتك هنا اللي بتحددها، فهمتها لك حته البادجت. تمام؟ طيب، باقي المنتجات زي ما فهمتك اريحيه الصناعه هي اللي بتشتغل. طيب معلش عشان نسيت بس، طب يجرى ايه مثلا لو انا سحبت او لو انا مثلا عندي مثلا شقه وسحبت ال4 سكين داخل وحبيت اوفر؟ والله ما هيحصل حاجه. تمام؟ مش هيحصل حاجه صدقني. اصل مثلا لو في تسريب ميه، والله ما في حاجه هتمنع. سواء بقى اذا كان في معجون خارجي، او حاطط فولاذ، او عازل بسيلر حراري، ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. زياده خدمه ليك. معاك فلوس هتسحب معجون خارجي اول سكينتين، الدنيا قليله اسحب معجون داخلي، وصدقني والله ما في اي مشكله. تمام؟ ده بالنسبه لحته ده المثال البسيط. نرجع بقى لاصل كلامنا. طب انهي شركه احسن؟ بص، زي ما فهمتك، هي فكره ان الصنايعي بيرتاح للشركه عن الثانيه. ومش بيرتاح معنى كده ان هو بيتربح من الشركه وبيكسب. اصل يعني مثلا اللي مؤسس جي ال سي ده مش اخويا، وسكيب مش عمي، مش فارق معايا. ولو بتدور على مكسب الصنايعي، فمكسب الصنايعي من الشركات كلهم بينافسوا برضه عشان يجلبوا الصنايعي ويكسبوا الصنايعي. كلهم عاملين برامج تسجيل نقط، بيعملوا هدايا، كل الكلام ده موجود في كل الشركات. لكن هي اريحيات. طيب، انت تسالني انا عن رايي انا اديك الميكس اللي انا مثلا بحبه واشتغل بيه. تمام؟ ده رايي انا، يمثلني انا، مش الصح. ده اللي يمثلني انا، ماليش دعوه. ممكن يكون غلط، بس في الغالب ده اللي جربته بقالي سنين ونافع معايا. مرحله السيلر، سواء الشغل اللي بيتاسس او شغل على المحاره، انا بحب السيلر مقاوم. ما كانش مقاوم هيبقى دم بشيس من سكيب. السيلر ده حرفيا اقوى سيلر موجود في السوق، دم بشيس، بس له استخدامات معينه مش في الشغل البيزك بتاعنا.
تمام، بس ينفع عادي، ينفع على المحاره، ينفع في كل حاجه. بس انا بقول مثلا لو احنا نشتغل شغل عادي مش عايزين نوسعها في كل حاجه، فالسيلر سكيب سيلر جي ال سي المقاوم ممتاز جدا. طب انا هسحب اول سكتين خارجي، هسحبه اكريليك من جي ال سي او اونوشيلد من سكيب، والاثنين زي الفل، الاثنين زي الفل ما فيهمش اي مشكله. طيب الثالثه والرابعه، او المعجون الداخلي عموما لو شقه متاسسه قبل كده اسكان اجتماعي او ايا كان. انا بعشق معجون هيرو من سكيب، انا عن نفسي انا بحبه. ما كانش هيرو من سكيب هيبقى دايتو، يبقى رقم واحد بالنسبه لي هيرو من سكيب. تمام، صنفره دوكو كويسه، تمام، اللي بالمناسبه معظمها صيني. هنيجي في مرحله البطانه، هيبقى سيلر على بلاستيك، سيلر على بلاستيك، وبلاستيك هنا اقصد بيه بلاستيك مطفي نوعيه متوسطه، اللي هو 30 في جي ال سي وهو او ديكورا في سكيب. وانا مؤخرا بحب الديكورا، اتطور جدا جدا جدا، انا عن نفسي بحبه. هنشطب السقف بايه؟ هنشطب السقف بادجت بتاعك في فلوس، هنشطب ببلاستيك 70 من جي ال سي، بلاستيك ممتاز جدا. طيب مفيش فلوس والدنيا قليله، برضه هنشطب بلاستيك ديكورا من شركه سكيب. تمام، انا بحب البلاستيك زي ما قلت لك. وطب في فرق بينهم، الفرق مش هتلاحظه، انت ما تعرفوش الا اذا حطيت البلاستيك ده فرشه البلاستيك ده جنب البلاستيك ده، بتلاقي ده بياض ونصع سنه. لكن ده في السقف، وعايز توفر في النقطه دي ممكن توفر، يعني لو ابتديت توفر ما تقولش مثلا ده فرق 500 جنيه و1000 جنيه، لا، اللي انا بكلمك الفروق اللي انا بكلمك فيها دي بتعمل مبلغ في النهايه. تمام، يبقى احنا وصلنا لمرحله البطانه وشطبنا السقف. طب انا عايز اشطب بقى مرحله التشطيب. بص وانت مغمض كده، اكتر شركه عندها منتجات، اكتر كتالوج غني بالدرجات الكويسه. في فرق بين كتالوج غني وفرق بين كتالوج فيه كتير. ده كتالوج تحبه، كتالوج تشتغل منه، يعني زي الدرجات اللي هي البيج الرمادي والكلام، تروح تشتريها منها كلها، الناس بتشتغلها الكلام ده كله. يبقى التاني الكتالوج بتاعه غني، تنوع كبير جدا في الخامات، درجات الالوان، اللون نفسه طالع عامل ازاي. جوتن رقم واحد. انا عايز اقول لك على حاجه بس، ان كلمه بريز، فانيلا لاتيه، لامستون، ميلكي واي، ساند، الحاجات اللي بواب درجات الابواب ديت، الانتي كوايت، كل الكلام ده المفاجاه ان دي مسميات جوتن. هي مش مجرد معجون مثلا اسمه معجون، لا، دي كلها مسميات كتالوج جوتن. انت حتى لو رحت اي شركه ثانيه وقلت له لون لي فانيلا لاتيه مش هتلاقي اسمه فانيلا لاتيه. 15-19 ده متسجل باسم جوتن، 0552 بريز ده متسجل باسم جوتن. ده يديك خد وانت مغمض. البلاستيك جوده عاليه جدا، عندهم تنوع رهيب في المنتجات، منتجاتهم ممتازه، حتى الديكورات بتاعتهم ممتازه، بس غاليه حبتين 3 4 مش قوي. طب انا دلوقتي برضو البادجت بتاعتي قليله، مش هقدر اجيب انا مذهل ب 3000 ومعدي 3000، انا عايز حاجه احس بيا شويه يعني. بص مش هتعمل ده. انا اشتغلت في شركتين 2، انا ماليش دعوه بالشركات التانيه اللي انا مش هقول اسمها، دي شركات عظيمه ممتازه بس انا ما اشتغلتش بيها. انا بقول لك اللي انا اشتغلت بيه. بص يا معلم، مش هتجيب جوتن، عندك بلاستيك اسمه سوبر بلاتين 7000 و8000 في جي ال سي، عندك بلاستيك اسمه رويال في سكيب. حلو الكلام، روح خدهم ولونهم ممتازين. خلصنا. ده لو عايز تنزل بالبادجت شويه هيوفر معاك في التشطيب بتاع 1500 2000 جنيه، 1500 2000 لا اكتر من كده كمان، على حسب المساحه يعني. في البستلتين يعمل وفر معاك 1500 ولا حاجه او 2000 جنيه تقريبا. طب انت بقى عايز بلاستيك لون كمبيوتر بس عايز تنزل اكتر، مفيش مشكله. في نفس الشركتين برضو هتروح لجي ال سي تقول له لو لي 15000 و20000، ولو اني برجع 15000 عشان ربع لمعه لمعته مش عاليه.
هتلاقي مثلا متوسط السلة تقريبا 1700 جنيه حاجه زي كده. هتروح JLC هتقول له لون لي اكريكوت، وده ارخص البستيل عامله 1350. تمام. يبقى انت عندك مجال التاسيس واسع، بحر واسع براحتك خالص. جبت JLC ماشي، جبت دايتون، جبت اسف سايبس ماشي، جبت سكيب برضه ماشي، مفيش اي مشكله. رحت للتشطيب ما قدرتش على جوتن، انزل برضه للشركات انا قلت لك على اسمها منتجات، تاسس وتشطب بيها. يعني انا مش عارف اشكرك لو وصلت للوقت ده في الفيديو، فانا مش عارف اشكرك ازاي.